تعمل ايه عشان تنقذ لو في اي حد من صحابك اغمى عليه قدامك؟ يا ترى بقى انت دلوقتي بتفكر تضربه بالكف ولا تشممه بصله ولا ترش عليه برفان؟ انت بس انزل اعمل سيف للفيديو عشان لو احتجته بعدين، وانا هقول لك على الطريقه الصح اللي المفروض تتعامل بيها. في الاول كده لازم نعرف لو في حد اغمى عليه فده بيكون بسبب ايه، والاجابه بقى ومن غير دخول في تفاصيل كتير فانت مخك ما وصلوش اكسجين كفايه، فلو النبض والنفس شغالين فمعنى كده ان هو مغمى عليه. والحل بقى في انك لازم تنام على ظهره، واول حاجه تعملها ترفع راسه فوق كده عشان تفتح مجرى الهواء، وبعد كده تمسك رجله وترفعها لفوق كده، علشان كده انت هتسرع وصول الاكسجين للمخ. وفي الطبيعي يعني فالموضوع ده مش هياخد اكتر من 3 4 دقايق وهتلاقي الشخص ده فاق. انما بقى لو قربت منه وجيت تشوف النبض والنفس بتاعه ما لقيتهمش شغالين، تعمل ايه؟ في الحاله دي بقى انت هتحتاج تعمل له CPR، واللي هو يعني اسمه انعاش قلب رئوي. وعشان ما اطولش عليك هقول لك الفيديو الجاي ازاي تعمل CPR ده بالتفصيل. وخلي بالك ان الموضوع ده لو خد اكتر من 5 او 10 دقايق كده ممكن يدخل في غيبوبه، وفي الحاله دي بقى لازم تكلم الاسعاف وتروح المستشفى بسرعه. وبس كده يا صديقي، اعمل لي بقى فولو ولايك وشير عشان نكمل سلسله المثقف الصحي. سلام.